من هم عبدة الشيطان وما هي الطقوس التي يستحضرون بها الشيطان؟ سيداتي سادتي، اليوم غادي ندوي لكم على عبدة الشيطان. عبدة الشيطان هما أناس عاديون مثلنا، هما عندهم كتاب مقدس اسمه الإنجيل الأسود وكيعتبروه المرشد ديالهم في الحياة، اللي كيحلل زينة المحارم والأفعال لقوم لوط وكل الامور اللي كطيح بالاخلاق العام. الخوت اللي عجبو المحتوى اللي كندير ما ينساش يدير جيم ويشترك في القناه، لدرجه انه كيحلل لهم خطف الاطفال وقتلهم وتقديمهم كهديه للشيطان. حفلات عبده الشيطان كتكون معروفه بالعديد من طقوسهم الغريبه، بالاشاره يكونوا لابسين كاملين اللباس الاسود وكيسمعوا لواحد النوع غريب من الموسيقى وكيكون بصوت عالي. بداية الحفلة كيتعاطوا أنواع من المخدرات حتى كيفقدوا الوعي، وملي كيفيقوا كيبداو يمارسوا في الأفعال اللي ضد الأخلاق بحال الجنس الجماعي وزينة المحارم وأفعال قوم لوط، وكيوصل بهم الحماق لاختطاف الأطفال والقتل ديالهم، وهذا جزء من طقوسهم الخطيرة، والهدف ديالهم هو استحضار الشيطان. وهذا الموضوع كيديروه بجوج طرق. الطريقة الأولى كيسموها القداس الأسود، والطريقة الثانية كيسموها القداس الأحمر. بالنسبة للقداس الأسود كتعتبر الطريقة الأولى في استحضار الشيطان، وهذا الشيء كامل كيديروه في بيت مغلوقة ومظلمة وكلها رموز شيطانية، وكيحطوا عظام بشرية ولا الخمور وكيحطوا معاهم النجمة الخماسية وكيجيبوا ديك الريش ديالو أسود، ومن بعد الكاهن ولا الساحر كيهز واحد العصا باش كيديروا دوك الطقوس ديالهم وكيقول شي عبارات غريبه باش يحضر الشيطان. وبعد ما يسالي الكاهن من قراءات القديس كيشد موس وكيذبح به الديك الاسود وكيحط الدم ديالو في كاس ويشرب منه، ومن بعد كيعطي لكل الموجودين يشربوا منه. كيعتبروا ان هاديك كيذبحوه كقربان للشيطان. بالنسبه للقديس الاحمر طريقه ثانيه لاحضار الشيطان، وهي طريقه صعيبه من القديس الاسود، حيتاش هذا القربان اللي كيقدموه للشيطان هو طفل صغير اللي مازال ما بلغش ولا طفل اللي تزاد في الزنا، كيديروا نفس العمليه اللي داروها من قبل، ولكن في بلاصه ما يذبحوا ديك كيذبحوا طفل صغير وكيقدموه كقربان للشيطان. وملي شافوا اعدادهم كثاروا في العالم قرروا يرسموا اوشام على مناطق من الاجسام ديالهم، وهذا الشيء كيديروه باش يتعرفوا عليهم صحابهم في المنظمه بدون ما يهضروش معاهم. ومن اشهر الاوشام كاين راس الكبش والنجمه الخماسيه وعين ثلاثيه، وكيديروا حلقات على الاصابع ديالهم. راس الكبش بالنسبه لهم كيمثل الشيطان، اما العين الثلاثيه فهي رمز بينهم وبين الماسونيه، ونفس العين اللي مرسومه على الدولار الامريكي. بالنسبه للنجمه الخماسيه هي نفس النجمه اللي موجوده على علم اسرائيل، وهي باش كانوا كيحضروا السحرة الشيطان. بالنسبه لانتشار ظهور عبدة الشيطان في العالم العربي والوضع ديالهم الحالي، فعبدة الشياطين في المغرب والدول العربيه كانوا في التسعينات، يعني اكثر من 30 سنه، وخداو قصر البارون في مصر كمركز ليهم، وفيه الحفلات ديالهم الغريبه، وكانت هذه اكبر القضيه اللي كانت موجوده في ذاك الوقت، وقررت الحكومه طردهم من تما وقبضوا فئه كبيره منهم حتى اختفوا، ولكن بعد الناس كيقولوا باللي مازال كاينين في الدول العربيه، والمشكل ديالهم دابا ما يقدروش يديروا الحفلات ديالهم والطقوس الغريبه قدام الناس، ودابا كيديروا هاد الطقوس غير في السر. ونزيد نقول لكم بلي عبدة الشيطان ماشي شي حاجه جديده على العالم، كانوا من مئات السنين، وهذا الشيء علاش معظم المؤرخين قالوا باللي عبدة الشيطان ظاهره ماشي جديده.